السلام عليكم اخواني متابعين قناه اخبار وتحليل المباريات. نشوفوا الاعلام المصري كيف علق عن تالق المنتخب المغربي تحت 20 سنه وخروج المنتخب المصري من المنافسه، وكذلك نشوفوا الاعلام المصري طارق رضوان كيف علق عن فرحه الشعب المغربي بتاهل المنتخب المصري الى كاس العالم، وكيف علق عن المنتخب المغربي والانجاز التاريخي اللي حققه تحت 20 سنه في كاس العالم. يلا نشاهدوا الفيديو ونشوفوا من بعد. يعني اما انا ببص لها كده عيب قوي لما مثلا احنا نخرج من الدور الاولاني في مونديال الشباب والمغرب تكمل للسيمي فاينل. ليه؟ ما عشان في بقى التخطيط والعلم والرؤيه الواضحه اللي حضرتك اتكلمت عليهم من شويه. طب انا بتكلم على بلد في نفس امكانياتنا الماديه والاجتماعيه، يعني ما فيش اختلافات، مش بعيده عننا، مش بعيده عننا في الظروف، لكن هي توصل لكده واحنا ده احنا بنتغلب من نيوزيلندا واليابان وبعدين زعلنا ان احنا ما وصلناش. نعم ده للاسف، ده احنا ده لازم يفرح. فكر هايل وحيي عليه المغرب وحيي عليه فوز ينجع، وبالتوفيق للمنتخب المغربي. بمناسبة المنتخب المغربي وانتصارات المغرب، منتخب شباب المغرب عمل بطولة ولا أروع في شيلي. احنا كنا بنشارك، ما كانش عندنا الحظ، خرجنا من الدور الأول، بس المغرب مكملة، وآخر مباراة لعبتها كانت مع أمريكا، كسبت الولايات المتحدة الأمريكية 3-1. هتلعب بكرة الساعة 11 مساء توقيت القاهرة، 9 مساء توقيت المغرب أو الرباط. هتلعب مع منتخب فرنسا. شباب فرنسا قوي جدا وفريق لا يستهان به، بس احنا ثقتنا كبيره في المغرب وفي شباب المغرب. هوريكم بقى بعض لقطات لشباب المغرب ولقطات لنجم تألق بشكل رائع. يعني قبل ما نشوفها هقول لكم مين النجم اللي هنشوفه ده، لانه اللاعب ده لفت الانظار بشكل مميز جدا. اللاعب ده اسمه ياسر الزبيري. ياسر الزبيري ده بدأ في أكاديمية محمد السادس، عمره 20 سنة، بدأ في أكاديمية محمد السادس في الرباط، رغم أن نشأته كانت في مراكش، ولعب في إحدى الأندية الصغيرة، وبعدين انضم لأكاديمية محمد السادس. هي بترعى المواهب وبتخرج نجوم، بعضهم بيحترف وبعضهم بيلعب في الأندية المغربية. واللاعب ده انضم لاتحاد تواركا في العام الماضي 2024، وبعدين انتقل إلى نادي اسمه فاماليكا البرتغالي، وعنده 3 أهداف ولاعب ولا عرض. تعالوا نشوف لقطات لشباب المغرب وتحديدا لياسر الزبيري، لاعب يلفت الأنظار، لاعب متميز وأكثر من رائع. نشوف مع بعض. هنشوف لياسر مجموعة من الأهداف. هدف ده من ضربة رأس، وهو الحقيقة تألق في دورات مع منتخب شباب المغرب، دورات ودية كانوا بيلعبوا مع بعض الفرق، وتألق لما كان في أكاديمية محمد السادس برضه، ولعبوا دورات عديدة مع فرق عالمية. وادي هدف كمان جميل جدا بيبين اللاعب ده عنده حس تهديف، يعني من زاوية صعبة ولاعب جول متقدم لعبها من فوقيه. لاعب ذكي جدا ومفيد ده بالتأكيد. لسه مع لقطات ياسر الزبيري ومنتخب شباب المغرب، او لاعبي منتخب شباب المغرب اللي مشرفينا وعاملين جيم ولا اروع في كأس العالم في شيلي. توفيق المغرب. انا قلت هتلعب بكره الساعه 11 مساء، والمغرب زي ما قلت بتعيش العصر الذهبي، وجهه نظري من 2022 23 24 25 اعلى 4 سنين في تاريخ المغرب. المغاربة يشاركون لاعبو منتخب مصر الفرحة بالتأهل لمونديال كأس العالم 2026، وفاز 3-0. لكن رغم ان المباراة بتاعت جيبوتي والمغرب هي المستضيفة المباراة، بس فرحة الشعب المغربي بتأهل المصريين كانت كبيرة. تعالوا نشوف مع بعض فور عودة المنتخب المصري، لاعبو المنتخب المصري بقيادة محمد صلاح إلى الفندق، ماذا حدث. نشوف مع بعض.
جميلة الفرحة بعيدة عن الرسميات، وجميل ان الاخوة الاشقاء في المغرب يشاركونا الفرحة، وجميل ان المنتخب المصري ولاعبيه بيعبروا عن سعادتهم الغامرة. عايز اقول لحضراتكم انه شباب المغرب واللي مشرفنا واللي كل العالم سعيد بيه، خلوني اخد بعض الاخبار اللي عندي. عندي خبر، الكاف كشف عن اسعار تذاكر كاس الامم. الكاف خلاص حدد تذاكر كاس الامم الان، رغم ان البطوله لسه في 24 ديسمبر ولا 21 ديسمبر عفوا، لكن نزلوا اسعار التذاكر وقالوا تقدر تحجز من عندك من اي بلد، اذا كنت تروح الماتشات مفيش مشكله. اقل تذكره ب 100 درهم، درهم المغربي ب5 وشويه، يعني اقل تذكره ب 500 وشويه، والتذاكر تتدرج في الارتفاع لغايه ما توصل ل 900 درهم، توصل التذاكر ل 5000 جنيه تقريبا. كمان عايز اقول لحضراتكم انه وليد الرجراجي المدير الفني لمنتخب المغرب وهو بيستعد لكاس الامم، والمغرب يعني الحقيقه اعلى بتعيش العصر الذهبي، اعلى سنوات في تاريخها على مستوى الناشئين، المنتخب الاولمبي، المنتخب الاول، منتخب السيدات، منتخب المحليين. وليد الرجراجي كمان عينه على العناصر الجديده، لكن هم بيعملوا حاجه انا قلت لكم هي مربط الفرس او مفتاح كبير جدا في تطور اداء المغرب. ابتدوا يستغلوا ان ليهم جاليات كبيره موجوده في اوروبا، وابتدوا يروحوا لهذه الجاليات. الجاليات دي بعضها اتولد بره، خد التكنيك والدراسه والفكر بتاع كره القدم وهي في مراحل عمريه صغيره، تغذيه سليمه، اجواء سليمه، فكر احترافي، فهو بقى بيستفيد بده ويجني المحصله. بعضهم خلاص بيكون بقى بيلعب في منتخب فرنسا، في منتخب بلجيكا، في منتخب اسبانيا، وما تعرفش تقنعه، لكن ممكن تقنعه حتى لو كان لعب في منتخب الشباب او منتخب 17 او 19، وده اللي حصل مع مجموعه منهم. الفكر ده مطبقاه المغرب ومطبقاه الجزائر، وابتدت تونس تطبقه، عايزين احنا كمان ننظر اليه. طبعا ليه وليد الرجراجي بيعمل ده؟ لانه المجموعه اللي لعبت في 2022 في كاس العالم في بعضهم العمر بيه ابتدى يتقدم، اللي كان عمره 29 سنه هيبقى عمره في البطوله القادمه 33 سنه، واللي عمره 31 هيبقى عمره 35 في كاس العالم القادمه. فوليد الرجراجي بيدفع بعناصر صغيره السن. ده مع بعض استعراض اهم اخبارنا في حلقه اليوم من الكره الافريقيه، نشوفوا مع بعض. معين الشعباني أول خبر معانا هيصل للقاهرة مع فريقه نهضة بركان الخميس القادم إن شاء الله للقاء بيراميدز، واللقاء هيبقى الساعة 8 مساء السبت القادم إن شاء الله في بطولة كأس السوبر. نتمنى التوفيق لبيراميدز، بيراميدز بطل أبطال الدوري أو دوري الأبطال الأفريقي مع نادي نهضة بركان بطل كأس الكونفدرالية. معين الشعباني يعرف كل شيء عن الكرة المصرية، كان مدرب المصري، كان مدرب لسيراميكا كيلوباترا، لعب مع الزمالك في نهائي الكونفدرالية في العام الماضي، يعني عارف كل كبيرة وصغيرة عن الدوري المصري وعن الكرة المصرية. الفريق بعد وصوله هيأدي تدريبه يوم الخميس وتدريبه يوم الجمعة، ويلعب السبت مباراته مع الفريق بيراميدز. عايز اقول انه نهضة بركان السنه دي اقل شويه من العام الماضي، ونتائجه في الدوري قلق جمهوره شويه، يعني تعادل 3-3 مع يعقوب المنصور الاسبوع الماضي، وقبل ما يجي مباشره تعادل مع اتحاد التواركه 2-2، والماتشين كان بيتقدم فيهم، ورغم كده المنافس كان بينتزع التعادل. نروح لخبر اخر. كونر سلاف اللي هو المدير الفني يوريتيتش طبعا هو المدير الفني لبيراميدز، والحقيقه الراجل ده عمل طفره كبيره في اداء بيراميدز، وبيراميدز كان بيوصل لمراحل مميزه بس ما بياخدش بطوله. الراجل ده معاه عرفوا طعم البطولات، طعم الانتصارات، الفريق بقى بيأدي كره جميله، شكله افضل مما كان عليه، دي حقيقه لازم ان احنا نعترف بيها. مدرب بيراميدز عمره 56 عام، كان لعيب كرة مميز، لعب في سامبدوريا الإيطالي ولعب في تورينو، وشارك كمان في مونديال 98 مع منتخب بلاده الكرواتي، وادى الفريق اجازه امس، امبارح اداله اجازه. وليه الاجازه؟ وكان عمل ماتش ودي يوم الاحد مع فريق خسر 3-2، لكن هو كان ناقصه العناصر الدوليه، في عناصر موجوده مع
كابتن حسام حسن كانت وعناصر موجوده مع الكابتن حلمي طولان، فهو الراجل ادى الفريق اجازه عشان يستعدوا بشكل جيد قبل مباراه السوبر، بطوله كبيره طبعا وهتضاف ليه وبطوله مميزه. نشوف خبر اخر. المدرب المتألق سامي الطرابلسي. سامي الطرابلسي كان لاعب في نادي الصفاقسي ومنتخب تونس في التسعينات ومطلع الألفية الجديدة. تعرض لهجوم لما مسك، وقالوا يعني طب ما تجيبوا مدرب أجنبي، طب ما عندكم أسماء كبيرة، طب ما هو جه أسامي قبل كده وما عملتش حاجة، ده الفريق بعد جدا وقدامه سنين عشان يرجع، ده العناصر الموجودة قليلة وبقى في جاب بيننا وبين بعض الفرق المجاورة زي المغرب مثلا. لكن سامي الطرابلسي عاد ثقة للجماهير التونسية وقدر انه يقود المنتخب التونسي مش فقط للتأهل لكأس العالم، لا ده عمل انجاز عالمي مفيش فريق عمله قبل كده. لعبوا في التصفيات يا جماعة 10 ماتشات ما دخلش فيهم ولا جول، الشباك نظيفة. يعني في التصفيات في مجموعتهم واحد يقول لي الفرق مش جامدة، ماشي بس بيلعب بره ملعبه ما حدش يقدر يجيب فيه جول. لاعب بره ملعبه الراجل في 5 مواجهات ب 450 دقيقة، ولعب على ملعبه 450 دقيقة 900 دقيقة نمسك الخشب مفيش أهداف في المنتخب التونسي. فاز في 9 مباريات وتعادل مباراتين وسجل 22 هدف، الحقيقة إنجاز يحسب له. نروح ل برضو لاعب آخر أشرف حكيمي. أشرف حكيمي تردد بقوة إنه قد يرحل إلى نادي ريال مدريد، واللي كان بيلعب بصفوفه قبل كده من 2017 إلى 2020. وطبعا صديقه المقرب والصدوق وهو كيليان مبابي موجود وهو اللي بيشجعه وهم اصحاب جدا لما كانوا في باريس سان جيرمان. طب ليه اشرف حكيمي الاعلام قالوا انه عايز ينتقل للريال؟ لانه عقده ما زال ممتد ل 2029، بس في جاب وفي فجوه حدثت بينه وبين اداره النادي. اداره نادي باريس سان جيرمان في استفتاء افضل لاعب في فرنسا فوتبول كانت مدعمه لاعب الفريق وزميل اشرف حكيمي عثمان ديمبلي، وهو فاز فعلا. كانوا حاسين انه الاقرب وده مش عيب، كانوا حاسين انه الاقرب وانه لابد ان هم يدعموه فدعموه. فاشرف حكيمي حس ان مفيش اي دعم ليه وانه يعني الامور بالنسبه له كانت صعبه انه يحقق مركز، فخد على خاطره. هنشوف هل يكمل المسيره مع باريس سان جيرمان. وعلى فكره دلوقتي باريس سان جيرمان واحد من اقوى الانديه، لم يكن اقوى نادي في اوروبا، بطل دوري الابطال مؤخرا، وعقده زي ما انا قلت الممتد ل 2029. باريس سان جيرمان قال له لو جبت لنا عقد وعايز تمشي اتفضل، بس 90 مليون يورو. النادي اللي عايزك يدفع 90 مليون يورو. نسيب اشرف حكيمي ونروح لنجم اخر. طارق مصطفى. طارق مصطفى مدرب رائع وليه مسيره رائعه وواجهه مشرفه لمصر وللكره المصريه. لما راح المغرب الراجل ده اشتغل مع 3 فرق، عمل نجاح كبير. عمل نجاح مع الدفاع الحسني الجديدي، وبعدين بعد كده انتقل الى نادي اخر اللي هو سريع واتزم، وبعدين انتقل الى اولمبيك اسفي. كل فريق يروح ويترك فيه بصمه. كان مرشح بقوه في اكثر من مناسبه انه ممكن يمسك الرجاء او الوداد او نادي من الانديه الكبيره. رجع مصر وعمل بصمه كبيره جدا مع النادي البنك الاهلي ونتائج ولا اروع الحقيقه. طارق من ايام قليله جدا وقع تعاقد مع نادي اهلي بنغازي الليبي. وطارق مصطفى زي ما شايفين حضراتكم كده في الصوره مبتسم ومتفائل. ليه؟ ابتدى يجيب لعيبه كويسين. نجح انه يتعاقد مع اللاعب المغربي يحيى جبران، كان لعيب ولا اروع في نادي الوداد، ونجح انه يدعم كمان بجناح كان بيلعب في الاتحاد المشتركي اسمه سالم ابو شعاله. وبيقولوا انه في كلام كمان مع حامد حمدان، وده اللاعب اللي كان الزمالك عايز يضمه لاعب بتروجيت. توفيق للكابتن طارق مصطفى. نسيب طارق مصطفى ونروح لخبر اخر ونجم اخر. رياض محرز. رياض محرز طبعا سعيد جدا بعد تأهل الجزائر لكأس العالم، وبيقولوا له انت قلت في تصريحات ان انا هعتزل اللعب دولي. قال لهم لا انا ما قلتش كده، انا قلت دي ممكن تكون اخر بطولة، قد تكون اخر بطولة ليا في كأس العالم. فالناس فهمت غلط، هو عايز يقول قد تكون اخر بطولة ليا لكن مش اخر مباراة ليا. طب ما هو لسه 4 سنين تانية. محرز يعني يقترب من 34 سنة، فده اللي يمكن اللي خلاه يصرح قال ان كأس العالم ستكون الأخيرة بالنسبة لي. السلام عليكم إخواني. كما شاهدتم من الإعلام المصري،
وغيرته من المنتخب المغربي. تألق المنتخب المغربي تحت 20 سنة وفوز على منتخبات كبيرة وعالمية، وخروج المنتخب المصري تحت 20 سنة من المنافسة مبكرا. وكيف علق الإعلامي طارق رضوان عن المنتخب المغربي تحت 20 سنة وتألقه ومستوى اللي قدم الرائع، وكيف علق عن نهضة بركان وبيراميدز. بصراحة كرة القدم المغربية شيء ممتع، شيء رائع، قدموا مستوى عالي كما شاهدتم بالأمس مباراة المنتخب المغربي الأول، المباراة السيئة والمستوى السيء اللي ما قدمش مستوى عالي. بصراحة ماشي كنا غير منتظرين هذا المستوى اللي قدم، هدف مقابل لا شيء بمشقة الأنفس. بصراحة باقي المشكل مع الدفاع الإفريقي. نتمنى التوفيق ان شاء الله لهذا المنتخب والمنتخبات المغربيه، نتمنى لهم المزيد من التالق. اخواني كما شاهدتم من الاعلام المصري كيف علق عن المنتخب المغربي تحت 20 سنه، كيف علق عن نهضة بركان، كيف علق عن المنتخبات المغربيه. بصراحه نتمنى المزيد من التالق لكره القدم المغربيه. اخواني الى هنا هذه الحلقه، شكرا على المتابعه، تحياتي لكم، نتلاقى في فيديو جديد ان شاء الله.